انا نادي القرن وبعلنها، هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك التسعين والكيف في الملعب اخصامي باينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الأهلي العظيم في أي مكان في الدنيا. معكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة، الحلقة رقم 40، حلقة يوم الثلاث. قبل ما نتعرف على موضوعات الحلقة، أكيد أنا مدين بالشكر الجزيل جدا لجميع أصدقائنا وحبايبنا الأهلاوية اللي بيتفاعلوا معانا وبيدعمونا في كل حلقاتنا اللي فاتت، وده بيخليني أتعشم فيكم أكتر وأكتر يا جميع أصدقائنا وحبايبنا. يعني أي حد بيتفرج علينا ما يستخسرش فينا لايك، وده فضلا وليس أمرا بالتأكيد. واللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلك إشعارات الحلقة بتاعتنا كل حد وثلاث وخميس الساعة 5. وأتمنى بعد نهاية الحلقة، بعد ما تنال إعجابكم واحترامكم، إن انتوا تشيروها لنا على كل منصاتكم علشان نوصل لأكبر عدد من الأهلاوية، وقناتنا المتواضعة دي تكبر وتكبر بعد فضل ربنا. الفضل يكون ليكم انتوا يا أهلاوية. ودلوقتي تعالوا نتعرف على موضوعات الحلقة. الأهلي العظيم في التوقف الدولي، وكلام يسترب مشي على حسام حسن. 2، خناقة عمالقة أوروبا على موهبة الأهلي. 3، عظماء 100 مع الأهلي العظيم. 4، الناظر ولع في التلاميذ الخيبانة ومدرب الزمالك مطالب بالاعتذار. 5، تجميل صورة نادي استثمار الفنكوش على حساب سمعة مصر. 6، ميدو بيعلم الناس الإعلام، كلنا نعمل علامة تعجب كبيرة. 7، الرمادي طلع أبيض، أو لا مش أو، احتمال الرمادي طلع أبيض، احتمال، لكن الأكيد إن الجمهور هو اللي طلع أبيض. 8، أخبار تيك أواي. ودلوقتي مع الفقرة الأولى في حلقتنا النهاردة، وهي الأهلي العظيم في التوقف الدولي، وكلام يسترب مش على حسام حسن غصب عنه. إيه الكلام ده؟ بعد ماتش الأهلي والجيش الملكي المغربي في المغرب، كان يوم الجمعة اللي فاتت، مستر يسترب المدرب ادى اللعيبة 5 أيام راحة من التدريبات، على اعتبار ان بداية معسكر المنتخب في الأجندة الدولية 7/12. فال5 أيام دول هيكونوا قبل بداية الأجندة الدولية، وطبعا باقي اللعيبة اللي مش منضمة للمنتخبات تاخد الراحة، وهيرجعوا للتدريبات بإذن ربنا يوم الخميس الجاي. والراجل سافر الدنمارك، وهيرجع بإذن ربنا بكرة يوم الأربعاء عشان الاستئناف التدريبات يوم الخميس. كابتن حسام حسن مدرب المنتخب كان مصر ان بداية المعسكر تكون يوم 1/12 امبارح، قبل ما اللعيبة تكمل ال5 أيام راحة. تم التواصل مع يسترب في الدنمارك، رفض بشدة، قال لك اللعيبة دي خاضت الفترة اللي فاتت دي مجموعة من المباريات الهامة، كان فيها ضغط عصبي كبير، اللعيبة دي محتاجة لازم تاخد راحة سلبية كاملة بعيد عن كرة القدم تماما، مش أقل من 5 أيام. يهديك يرضيك؟ لا طبعا، لان اتحاد الكوره ولان كابتن حسام حسن اللي كل معسكر لازم يعمل لنا مشكله، هو غير كل مدربي منتخبات العالم. الاجنده الدوليه تبتدي يوم كذا، لا انا عايز قبلها باسبوع. انا راجل مدرب على قد مش عارف اوصل اللي انا عايزه للاعبين في فتره التوقف الدولي، انا عايز فتره اكبر، ويقعد يعمل لنا مشاكل مع كل مدربين الدنيا، مع كل مدربين الدوري على الاقل، لانه ما يقدرش يعمل كده مع كل اللعيبه المحترفه. وهو قال ان انا معايا 2 لعيبه وربع محترفين. انت لا بقى حد من الجمهور طايقك ولا اللعيبه طايقاك وان شاء الله هو بعد في بطوله افريقيا انت عقدك ان انت لو منتخب مصر ما وصلش الدور قبل النهائي العقد منتهي لوحده. ما اعتقدش ان في حد ممكن يبقى عليك. المهم اللعيبه باذن ربنا، اللعيبه المنضمين للمنتخب هينضموا بكره، وبكره برضو من غير تدريبات، يعني مجرد بس الانضمام للمعسكر. هو ضم 8 لاعبين من الاهلي، الشناوي وشوبير وياسر وهاني وكروان وامام عاشور اللي ما لعبش غير تلت ساعه، وامام عاشور وزيزو وتريزيجيه، دول 8 لعيبه. وفي 4 لعيبه تانيين مع المنتخب التاني مع كابتن حلمي طولان في قطر،
قفشه ومحمد شريف وكريم فؤاد وياسين مرعي. طبعا غير اللعيبه اللي مع منتخب تونس، منتخبات بلادها، زي محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس، كان بيلعب امبارح قدام فلسطين. تقريبا تونس وفلسطين، تونس مش فاكر بصراحه، مش متذكر لان انا ما اتفرجتش على الماتش، انا تابعته بس تابعت النتيجه وهم اتغلبوا 1-0. محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس. اليو ديانج هيسافر لمنتخب مالي ممكن بكره او بعده. هم استغلوا الفتره دي بعد ما رجعوا من المغرب، الكابتن سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح، ان هم قعدوا مع ديانج ووكيله. وانا ما بقتش مهتم قوي بموضوع تجديده، يجدد او ما يجددش، انا حاسس انه مش هيعمل الاضافه. فحابب تمشي يا عم ديانج، مع الف سلامه، في اللي يعوضك وفي اللي يتمنى انه يلعب مكانك. فكده الاهلي ناقص له 15 لعيب مع المنتخبات، 15 لعيب منضم للمنتخبات. اشرف بن شرقي بعد ما سافر قطر للمنتخب المغربي بالكشف الطبي بتاعه، او عملوا اشاعه لقوا في مزقه في العضله الخلفيه عنده بعد مباراه الجيش الملكي، ورجع امبارح. ودكتور احمد جاب الله هيتولى طبعا بقى تاهيله وعلاجه من الاصابه، خصوصا ان احنا لسه ما عندناش اي حاجه رسميه. عندنا ماتشات كاس عاصمه مصر اللي هي الدوره التنشيطيه ديت، باذن ربنا يعني هنحاول بقى نجرب كل اللي راجع من اصابه. طبعا النينجا اللي وحشنا بعد رجوع من التدريب 4-5 ايام او اسبوع بكتير هينضم للتدريبات الجماعيه بشكل كامل. النينجا اللي وحشنا كلنا كابتن حسين الشحات، بنتمنى التوفيق لنادينا العظيم في كل ما هو قادم ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقره الثانيه في حلقتنا النهارده، وهي خناقه عمالقه اوروبا على موهبه الاهلي. قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، حلقه يوم الاحد، ان برشلونه ارسل عرض رسمي للنادي الاهلي للتعاقد مع الموهبه المتفجره حمزه عبد الكريم، اللاعب اللي عنده 17 سنه. في الحقيقه رغم ان طبعا خبر زي ده لو لعيب طلبه برشلونه من اي نادي تاني كان الاعلام اشتغل ساعات عليه، لكن حصل ان عدم اهتمام او يمكن ما كانوش مصدقين، لغايه ما اعلنت امبارح الاثنين صحيفه سبورت الكتالونيه، ده اقليم كاتالونيا، ده اقليم اللي بيضم او منتمي ليه نادي برشلونه. حتى من حوالي سنتين كانوا عاملين اعتصامات وعايزين ينفصلوا عن اسبانيا ويبقوا دوله لوحدهم، ولكن طبعا احنا مالناش دعوه بالسياسه، يعني احنا مش هنتدخل في السياسه خالص. المهم كاتالونيا دي المقاطعه اللي فيها نادي برشلونه. الصحيح اكبر صحيفه في مقاطعه كاتالونيا وهي سبورت، هي الصحيفه اسمها سبورت، قالت ان في اكتر من نادي بيطلب التعاقد مع حمزه عبد الكريم لاعب الاهلي المصري بعد ما طلبوا نادي برشلونه. ومين الانديه، مين هي الانديه اللي بتطلب التعاقد مع حمزه عبد الكريم؟ ده على عهده صحيفه سبورت الكتالونيه الاسبانيه. قالت ان انديه مانشستر سيتي العملاق الانجليزي، بايرن ميونخ العظيم الالماني، ليون الفرنسي، اي سي ميلان الايطالي، كل الانديه دي تطلب التعاقد مع كابتن حمزه عبد الكريم. في الحقيقه مش عايز اثبت على رايي، انا بعترف اهو ان انا ممكن اتراجع واقول اني طبعا بقائك مع النادي الاهلي العظيم ده شرف ليك، ونتمنى طبعا ان انت تحقق لنا الاضافه المرجوه، ولكن مع الخناقه ديت اتمنى لك كل توفيق يا ابني، ان شاء الله تعمل تاريخ يفوق اي لاعب محترف خارج من مصر يا رب. ودلوقتي مع الفقره الثالثه في حلقتنا النهارده، وهي عظماء ال100 مع الاهلي العظيم. وفي الحقيقه الفقرات دي انا بحبها قوي، الفقرات اللي هي احصائيه رقميه، مش خاضعه لاهواء حد، لا ده ارقام تبقى في ذاكره التاريخ، محدش يقدر انه يشككها، لان ده مش بقول لك رايي فنختلف فيه، ده رقم احصائي. وهي ايه؟ تخيلوا ان في 6 لاعيبه بس في تاريخ النادي الاهلي اللي وصلوا ل 100 هدف او اكتر. 6 لعيبه بس. وعلى فكره مفيش نادي لا في مصر ولا في افريقيا ولا في الشرق الاوسط لاعيبتهم عندهم اكتر من 6 لعيبه. تقريبا اكتر نادي كان عنده 4 لاعبين تخطوا 100 هدف. فالنادي الاهلي متفرد في كل حاجه. مين بقى ال6 لعيبه اللي تخطوا 100 هدف في تاريخ النادي الاهلي؟ كابتن يتصدرهم اعظم عظيم في تاريخ النادي الاهلي، محبوب الخطيب.
كابتن محمود الخطيب احرز 159 هدف في 275 مباراة بنسبة 58%، يعني اكتر من نص هدف في كل ماتش، يعني كل ماتشين جول. مع الاسف حسام حسن في المركز الثاني احرز 142 هدف في 301 مباراة بنسبة 47% هدف في كل مباراة. كابتن محمد ابو تريكة في المركز الثالث احرز 126 هدف في 287 مباراة بنسبة 44% هدف في كل ماتش. المركز الرابع كابتن عماد متعب العمدة الرايق احرز 124 هدف في 320 مباراة بنسبة 39% او 40% لكل مباراة. العظيم مؤسس النادي الاهلي او مؤسس مبادئ النادي الاهلي او اللي اصر على بقاء مبادئ واسس النادي الاهلي وارسى كتير من الاسس والمبادئ ديت، مختار التتش احرز 112 هدف في 120 مباراة، ودي اعلى نسبة بنسبة 93% هدف في كل ماتش. يعني كل ماتش تقريبا لعبه كان كل ماتشين 3 تجوان او كل 3 ماتشات 5 تجوان، يعني نسبة مرعبة لأي لاعب. المركز السادس العظيم الأيقوني كابتن صالح سليم احرز 100 هدف، برضه الراجل دوت ارسى مبادئ كتير وثبت مبادئ كتير للنادي الاهلي في تاريخه. كابتن صالح سليم احرز 100 هدف في 203 مباراة بنسبة 49% هدف في كل ماتش. عظماء في تاريخ النادي الاهلي، عظماء متربعين في قلوبنا الا واحد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة في حلقتنا النهاردة، وهي الناظر ولع في التلاميذ الخايبة، ومدرب الزمالك مطالب بالاعتذار. باختصار شديد جدا، ناظر نظار الإعلام الرياضي في مصر هو كابتن أحمد شوبير في برنامجه الجديد الناظر على قناة النهار. عمل فقرة تقريبا أقل من ربع ساعة لكن ولعت في ناس كتير قوي، كلهم خيبانين. يعني جاب المدرب المقال المطرود على حد وصف المدرب عن نفسه، قال إن هو طرد، يعني جابوا عبر خاصية الزوم أو تقنية الزوم في البرنامج واتكلم معاه. الراجل ده قال شوية حاجات كده ضايقت ناس كتير، بس مع الأسف هي كلها حقائق. يعني الراجل قال إيه؟ قال بعد الطرد من الزمالك إنه كان بيدي فلوس لصغار اللاعبين لأنه ما كانوش لاقيين ياكلوا. إن برنامج تحليل المباريات على الفيديو على الشاشات قبل ماتش الاهلي وهم بيحاولوا يشغلوه، قال لك البرنامج ما اشتغلش عشان نادي الزمالك ما دفعش حق الاشتراك. فضايح. طبعا هيجوا عن عدم تقدير راتبه لمدة 3 أو 4 شهور. طب يا سيد فريرة، حضرتك في مؤتمر تقديمك قلت احنا الملوك احنا الزمالك. اكتشفت دلوقتي ان انت على خطأ كبير؟ مش احنا الاهلاويه دلوقتي بنطالبك بالاعتذار؟ لان الملوك مكانهم معروف، مش اي حد يقول عن نفسه ملك، الناس هي اللي بتقول عليك ملك. فانت دلوقتي مدين بالاعتذار. انت قلت حقيقي دي ما تعتذرش عنها، لكن تعتذر عن الكذب والتضليل اللي انت قلته في اول السنه احنا الملوك احنا الزمالك، وكانوا ملبسينك لبس كده يليق بيك وبيهم يعني. المهم كل التلاميذ الخيبانه قال لك ازاي شوبير يعمل كده؟ شوبير في قناه عامه، كابتن شوبير ما ينفعش يتقال كده اسمه مجرد، رغم ان الاعلام لا تعرف. يعني يكفي ان انت تقول اسم احمد شوبير يندرج وراء الاسم كل المعاني. ولكن نظار الاعلام الرياضي في مصر كابتن احمد شوبير كل اتهامه. الراجل دلوقتي مش بيشتغل في قناه الاهلي، الراجل ده بيشتغل في قناه النهار، قناه عامه، وده حدث لازم يلقي عليه الضوء. يعني قالوا طب انت ليه ما جبتش كولر؟ انت تقدر تجيب كولر؟ طب انا بدعوكم انتوا كزملكاويه، الرائي الاعلامي الذكر الجامد الجدع يجيب كولر، هاتوه. انتوا ناسيين ان كولر يوم 24/4 تقريبا كان منزل بيان رسمي يوم 28 ابريل شكر فيه اللعيبه لاعب على روحهم واخلاصهم. شكر فيه كابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره بالكامل، وقال ان لولا ثقتهم وتقديرهم هم اللي خلونا نقدر ان احنا نحصد 12 بطوله في اقل من 3 سنين، 2.5 سنين.
وقال انه هيتابع الاهلي في المستقبل ويتمنى له التوفيق في كل اللي جاي. مش هيطلع ويقول ان اداره الاهلي كانت عليا فلوسي او ما بتقضي ما مش مديه اللعيبه حقوقها، وان احنا ما مخصوم لنا كذا، وان احنا الفندق بيطردنا او الشقه اللي قاعدين فيها بيمشونا، والكلام الرخيص ده اللي يليق ببعض الناس لكن عمره ما يليق على النادي الاهلي. يعني لو انتوا رجاله في الاعلام، هي المساله مش خناقه، لو انتوا جامدين في الاعلام ما تجيبوا كولر، بس انتوا واثقين النادي الاهلي عمره ما عمل مشكله مع لاعب مش من عنده، ولا عمر اللعيب رفع علينا قضيه في الاتحاد الدولي للمحكمه الرياضيه، ولا مدرب ولا اتحدى وبشكل كامل ان يكون في زملكاوي واحد يعرف يعني ايه ان انا احافظ على سمعه ناديه، او كلمه سمعه النادي بتاعي ازاي تكون سمعه جيده. دي مش موجوده. ده هما بيقول لك يبقى يمشي نبقى نمشيه ويبقى ياخد فلوسه، لو ليه 5 يبقى ياخدها 7 ولا 8. ده اللي بيقولوه في الاعلام. هل حد بيقول سمعة نادية ازاي احافظ عليها؟ اتحدى ان كان حد بيقول كده. هذا شأنهم. وهرجع على طلبي تاني، الجدع فيكم كاعلام انتوا مالته الاعلام المصري، هاتوا كولر. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة في حلقتنا النهاردة، وهي تجميل صورة نادي استثمار الفنكوش على حساب سمعة مصر. حصل خلال اليومين اللي فاتوا امر فعلا يسيء لسمعة مصر. ازاي؟ طبعا كلنا عارفين ان نادي استثمار الفنكوش نادي الاهرام رفض ان هو يدي لعيبته للمنتخب الثاني عشان عنده ماتشين في الدوري متاجلين. فخلاص كله خضع. ما احنا قلنا قبل كده بيخافوا لا يسحبوا استثماراتهم. اللي بسال هو بيستثمر في ايه او بيستثمر في مين؟ عشان كله يحاول ارضائه يعني. ويطلع عضو مجلس اداره الاتحاد السابق دكتور ايهاب الكومي في الاعلام يقول لك ايوه حصلت ضغوط علينا ان نادي بيراميدز ياخد الدوري. لا عملوا ايه؟ راحوا وقفوه، مش يحققوا في كلامه. عشان كده عايزين نعرف بيستثمر في ايه او بيستثمر في مين. المهم نادي بيراميدز بعد ما اصر انه مش هيدي اي لعيب للمنتخب الثاني اللي بيقوده كابتن حلمي طولان في كاس العرب في قطر، وابتدت امبارح البطوله. المنتخب المغربي اصر انه ياخد وليد الكارتي واخده. قال لك ده كده هيبقى مفضوح قوي، فناخد منهم لعيب. لعيب وخلاص السد خانه، واسمنا ايه؟ ادى لعيب للمنتخب المغرب وادى لعيب للمنتخب الثاني. ده فكرهم. طب لوائح البطوله بتجيز لك كده؟ قال لك لوائح البطوله بتقول ان يحق لاي فريق استبدال لاعب قبل بدايه البطوله ب 24 ساعه في حاله وجود تقرير طبي بيقر ان اللعيب ده مصاب، واصابته هتطول فتره البطوله كلها. يعني اصابته مش هيقدر يرجع منها في خلال البطوله. قالوا نعمل ايه؟ نستبعد احمد عاطف لاعب زد. اللعيب طلع فضحهم كلهم، قال في كل وسائل الاعلام انا مش مصاب، انا مش مصاب، استبعدوني ليه؟ انا مش مصاب. طب هتزوروا التقرير الطبي ازاي يا جهابزه؟ والاساءه اللي حصلت دي لسمعه مصر مين اللي يتحملها؟ لما لعيب يستبعد وانتوا تقولوا لاداره البطوله ان اللعيب ده مصاب ونجيب لكم تقرير طبي، ويطلع اللعيب نفسه يقول لك انا مش مصاب. انتوا ليه بتشوهوا سمعه مصر لصالح نادي ما عملش اي حاجه لمصر؟ ليه؟ قلتها كتير وهقولها اكتر تاني، ربنا يديكم على قد ضميركم، وانا على يقين ان دي اسوأ دعوه ممكن حد يدعيها عليكم. ودلوقتي مع الفقره السادسه في حلقه النهارده، وهي ميدو بيعلم الناس الاعلام. كلنا نعمل علامه تعجب كبيره. ايه ده؟ اقول له عفوا. لا انا المره دي بشرب بجد مش عشان حاجه تاني. المهم خرج علينا السيد ميدو بينتقد كابتن وائل جمعه بعد كلامه في استديو قناه بي ان سبورت بين شوطين مباراه الاهلي والجيش الملكي. والراجل كان حديثه عنيف قوي مع مقدم البرنامج لما قال ان لا ضربه الجزاء اللي احتسبت للجيش ضربه جزاء صحيحه، وقال له لا ما تعملش فيها محايد عشان ما حدش يقول عليك ان انت مصري. لا هو فعلا محايد، لكن ان ضرب المفروض ان فعلا يكون محايد. هو لو المذيع محايد ما يقولش قرار حكم صح ولا غلط، يحتسب الحكم كذا.
الاضافه منك ان ضربه الجزاء صحيحه، ده اللي خلى كابتن وائل جمعه يرد عليك. المهم بقى كابتن ميدو بينظر على كابتن وائل جمعه ويقول لك المذيع او مقدم البرنامج لازم يكون محايد، وده الفرق بين اللي فاهم اعلام واللي مش فاهم اعلام. وانت محايد طبعا، فعشان انت فاهم اعلام وبتنظر على الناس. لكن لما طلعت في قناه محايده قبل كده وقلت ان انا كنت بضغط على اوباما لتجديد عقده مع نادي الزمالك بالاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هو ده الاعلام المحايد. صح يا كابتن ميدو؟ مش انت بتعلم الناس الاعلام؟ وايه تاني؟ استنى ليك حاجه تانية اصعب. الاوجه بقى. طلعت مره ساير، انت بعيد عن قناه الزمالك تماما، انت في قناه عامه، قلت معلومه كذب وغلط وتضليل 100%. لما لا نادي الزمالك لغايه السنه اللي فاتت كان محقق 80% من البطولات. اتحداك، شوف انا ما يعني اسمي في الاعلام ولا حاجه، انا راجل عامل قناه صغيره على قد كده وكل المتابعين ليا ما وصلوش 400 واحد. بتحداك انت اللي بيتفرج عليك ملايين، اثبت ان الزمالك كان محقق 80% من البطولات. اتحداك. هو ده الاعلام المحايد اللي انت عايز تعلمه للناس؟ يا راجل ده في مثل شعبي كده بيقول لك لو كان تاريخك كله فضايح ما تجيش تدي الناس نصايح. ولا نقول كلام رئيس نادي الزمالك اثناء خناقتك معاه قال عليك ايه؟ يعف لساننا ان احنا نقول كلامكم اللي انتوا بتقولوا على بعض. ودلوقتي مع الفقرة السابعة من حلقة النهاردة، وهي الرمادي طلع ابيض. يمكن، لكن الاكيد ان الجمهور هو اللي طلع ابيض. ايه المعنى ده؟ بعد تصريحات مدرب نادي الزمالك المطرود السيد البرتغالي يانيك فيريرا، وطلع فضح الاوضاع في نادي الزمالك خالص، طلع ساير جدا عليه وعمل بوست كبير المدرب ايمن الرمادي اللي اتطرد قبل فيريرا، وقال ازاي ان هو يقول كده، دي خيانه امانه، وده انك ازاي تطلع اسرار الشغل. فكل الزمالكاويه فرحوا قوي. ازاي ما تعرفش؟ لان في كماله يعني ازاي فرحوا ما تعرفش؟ لان في كماله البوست قال نفس كلام فيريرا. مش ممكن. بص قال ايه؟ قال ان اللي اشتغل في المكان بعد ما يمشي يخرج اسرار المكان ده شيء غلط خالص يعني، وان اللي عمله ده ما كانش فيه احترام لادبيات مهنه التدريب. اللي عمله فيريرا ما كانش فيه احترام لادبيات مهنه. انا بجيب لكم نصا هو قال ايه البوست بتاعه. ما كانش فيه احترام لادبيات مهنه التدريب، وده عدم احترام لنادي الزمالك، وما ينفعش حد يطلع يفضح النادي بالشكل ده. ده عن فيريرا. راح قال ايه بقى هو على نفسه؟ قال ان بقى ان بعد ما قال الكلام ده طبعا عن فيريرا، قال نفس الكلام. قال ان اللي انت قلته ده، قال انا عانيت من كل اللي انت قلته وانا اشتكيت. طب ايه رايك اني وانا بدرب الزمالك قبل نهائي الكاس يا فيريرا يا وحش، اعرف المدرب الكويس يعمل ايه، وانا بدرب الزمالك قبل نهائي الكاس بكام يوم طلبت ادوات تدريب استاتيك وجون صغير ومش عارف ايه والكلام ده، ومحدش سمع لي ومحدش جاب اللي انا طلبته. الاداره طنشته. راح عامل ايه؟ راح جاب كرسي وما رضيش ينزل الملعب، قاعد كده بره التراك كده ومش نازل الملعب، مش نازل التدريب غير لما تجيبوا لي الحاجات اللي انا عايزها. وجابوها. شفتوا بقى المدرب الكويس لما يمشي ما يفضحش المكان اللي هو اشتغل فيه. ايه ده؟ الفكره ان في مش معظم مش كتير من الزمالكاويه، كل الزمالكاويه فرحين بكلام ايمن الرمادي. طب ما هو قال نفس الكلام. قال نفس كلام فيريرا. سبحان الله. جمهور ابيض. ودلوقتي مع اخر فقرات حلقتنا النهارده، وهي اخبار تيك اواي. على موقع الاتحاد الافريقي، يدين الاتحاد الافريقي بشده الخروقات الامنيه الخطيره التي وقعت خلال مباراه الجيش الملكي والاهلي، وقد احيلت هذه الحوادث الى مجلس التاديب التابع للاتحاد الافريقي. وزير الشباب والرياضه في تصريح صحفي: ارض نادي الزمالك تم استخدامها لاغراض غير التي خصصت لها، والأمر الآن في النيابة للتحقيق.
خالد الغندور: زيزو أثبت بالمستندات التي قدمها لاتحاد الكرة أحقيته بالحصول على مبالغ مالية كبيرة جدا من الزمالك، وتم التأكد من قانونية موقف اللاعب، ولجنة شؤون اللاعبين قالت أن الزمالك ما قدرش يثبت موقفه، ولم يقدم ما يثبت تورط زيزو في التوقيع للنادي الأهلي قبل نهاية عقده، وفي خلال الأيام القادمة سيصدر القرار لصالح زيزو بلسانه. نفس حوار كهربا بيتكرر مع اللاعب حسام عبد المجيد. العقد اللي مع الزمالك لحسام عبد المجيد بيقول انه 5 سنين وينتهي بنهاية موسم 2026-2027، والعقد اللي مع اللاعب بيقول انه هو 4 سنين بس وينتهي 2025-2026. وبكده يا اهلاويه نكون خلصنا حلقه النهارده. اتمنى من كل قلبي ان هي تنال احترامكم قبل اعجابكم يا رب. لو ده حصل، ما اتمنى بقى مفيش اهلاوي جميل او اهلاويه جميله بتتفرج علينا يستخسر فينا اللايك. اللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا اشعار الحلقه كل حد وثلاث وخميس الساعه 5 مساء. بمنتهى الامانه امام ربنا فعلا كنت سعيد جدا وانا معاكم وانا بتكلم على النادي الاهلي. يا رب يا رب يا رب اشوفكم بخير في حلقه يوم الخميس، تكونوا جميعا من اهل الدنيا، وربنا يا رب يمتعكم بالصحه والعافيه. كان معاكم عماد سعد، كبسوله العمده. سلام يا اعظم جمهور في الدنيا لاعظم نادي في الكون، هرم مصر الشامخ، النادي الاهلي العظيم.